السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المركز الفني لخدمة الديزل الإصلاح وربط الترمبات والرشاشات. أنا عندي النهاردة عربيتين من الممنوعات، تمام؟ واحدة من المنيا واحدة من الشرقية، تمام؟ العربية دي شغالة ليبيا، والله جاي من ليبيا على هنا، تمام؟ دي طبعا حلة ترمبة ورشاشات، أول مرة تحل ترمبة ورشاشات طبعا، يبقى موديل 2016. بصوا يا جماعة، طبعا دي حلة ترمبة ورشاشات أهي، تمام؟ دي داخلة حمراء، تمام؟ ومعانا العربية التانية اللي هي الحيطة هتبقى عليها عرض. معانا التانية برضو حلة اهي، دي من الشرقية بتاعت ابو عمر، حلة برضو ترومبا ورشاشات، بس طبعا داخلة ظبط. ترومبا كان فيها مشكلة بس الحمد لله كانت بسطها حلوة. طبعا زي ما انا معودكم يا جماعة، الترومبات ما بتبانش حلوة او وحشة لما بتتحل، لما بتتحل بتبان. يعني دي واحدة ده الكريستالة حمراء والجنب الحيطة كده، الحاجات بتاعتها بتتغسل اهي، الاجزاء بتاعتها. وادي الترومبا بتاعت ابو عمر اهي، وادي الترومبا بتاعت ابو عمر اهي يا جماعة. دي كانت ابو عمر اخويا الوحش، اقسم بالله. وبص يا جدعان، تعالى يا عبد امسك كده، وجوهم على وشهم. خلي بالكم يا جدعان، والله الزبون عمر ما كان الزبون ولا بالماده ولا كان الزبون بص اقعد بس، اقعد والله. النهارده يا جماعه ده انا عايز اكلمك فيه، في مشاكل كتير قوي بتجي لنا. زي ايه؟ انا تخصص ترمبه ورشاشات النهارده، فهنتكلم في بالنسبه للدبابه. النهارده انت لما بتروح تعمل تعديل عند ميكانيكي، ولا بتخلي ميكانيكي يحل لك وش، ولا تخلي ميكانيكي يحل لك وش بتاع الترومبه، يعني انت بتضر نفسك. انا مش شرط تجيلي، روح عند اي حد ورن عليا يقول انا واقف عند بتاع الترومبات، بس اللي بتاع الترومبات فاهم هو بيعمل ايه، فاهم. النهارده انا ترومبه ذاكرها على التيست، فاهم. اما اطلع افتح هتديني قد ايه جاز، اقفل هتديني قد ايه جاز، هطول المشوار. الميكانيكي مش فاهم الكلام ده، الميكانيكي مش عارف النص لفه هيديك قد ايه جاز، الربع لفه هيديك قد ايه جاز، افتح نص هيديني البستم ياخد قد ايه. هو البستم بيسلخ ليه يا جدعان؟ البستم بيسلخ عشان كميه الجاز اللي نازله عنده. البستم لما بيجي يسلخ النهارده، او عربيه بتخنق او الكلام ده، بيبقى عشان خاطر كميه الجاز اللي نازله عليه، جاز زياده. طبعا اسال اي ميكانيكي في الموضوع يقول لك الجاز زياده، هو ده اللي بيخلي البستم. وتروح يقول لك ده عيب مش عارف غسلوبه، ده عيب صناعه، ده الحجه البديل اللي احنا بنشوفها النهارده يا جدعان. يعني رساله لكل اخواتي اصحاب العربيات، خلي كل واحد في مجاله، الله يرزق كل واحد. انا ما ينفعش النهارده، انت مش بتقول لي النهارده تكاد، قلت لك ايه؟ تقول لي يا الناس بالتكاد، قلت لك لا مش تخصصي. ايه مشكلتك يا ابو عمر في العربيه دي؟ المطالع، السحب في المطالع قليله زي ما انت صاحبي بتنخرق في السحب في المطالع، عزمها قليل، بتدخن. بس بسم الله ما شاء الله بنتمنى خير ان شاء الله بعد ما ديزل مصر يخلص ان شاء الله. الترومبه عندك بامانه الله تمام. طبعا انت حالل وحاطط في دماغك عمره، صح؟ عمره كامله، صح؟ حصل. وجاي وعامل حسابك في عمره، صح؟ عمره كامله بامانه الله. انا لما حليت الترومبه طلع الكباس، لا بسم الله ما شاء الله زيرو. قال هو شويه تظبيطات بس كده معينه وكل مش من مصلحتي اعمل لك ترومبه، بالعكس. ده انا النهارده لما بعمل لك ترومبه ما بعرفش اخد حقي. كل النهارده من مصلحتي ان انا امشيك، لان انا هو ده الصنعه الصح. لان انا لما بكون في حاجه فيها 80% 75% انا امشيها. كل ما بقى يعني عندك النهارده الترومبه دي حلوه، الترومبه الثانيه طالعه كبساتها مسلخه اهي، دي بتاعت العربيه بتاعت المنيا اهي. بس طبعا هو شايفين يا جماعه، ده بدل سلخ كده، خدها مني نصيحه وانت عند اي حد غيره، لان الصنايعي ممكن يخاف. الصنايعي ممكن يخاف، ممكن يجي يقول لك لا انا ما احطش نفسي في عمره، لا غير. ولما ما تظبطش يا عم تعالى قول لي يا عم انا سمعت كلامك وعمرت عند فلان والعربيه ما ظبطتش، تعالى وانا هظبطها لك، ومش عاوز منك مصنعيه. بس تيجي حاجتك متقفله، ما بصش ماليش مثلا حاطط لي 4 ورد يقول لك انا عمرت، ببص ايه حاطط لك طقم فوانيس صيني يقول لك انا لا. ركب حاجتك اصلا، ولما تيجي ما تظبطش قول له يا عم انا سمعت كلامك والعربيه ما ظبطتش. طبعا الناس دي جايه مخصوص، بالله عليك جاي مخصوص ولا جاي كنت في مشوار؟ لا جاي مخصوص من الشرقيه للصلاه. وادي يا جماعه هو عربيه ايه، والله جايه اهي، شغال بيها ليبيا، شغال بيها ليبيا اهي. طبعا ان شاء الله انتظرونا بعد ما نخلص. طبعا ده قبل، عشان انتوا اللي طلبتوا عايزني قبل وبعد، ده بياخد مني مساحه جامده قوي. ده قبل، وان شاء الله انتظرونا بعد، هنعمل لكم بعد ما نخلص العربيات. وادي يا جماعه خلصنا العربيه اللي جايه لنا من المنيا واللي جايه من الشرقيه ال 13 اهي. طبعا قلت لكم في الاول 16 بس هي 13. تعالوا مع بعض نشوف ايه راي الزبون ونشوف ايه شغل ديزل مصر. معانا ايه كريستاله ومعانا الجنب الحيطه اهي، تمام. تعالوا مع بعض كده. وطبعا زي ما انتم شايفين الله اكبر العربيه عامله ازاي، ده الكرسي بتاعها اهو. بصوا يا جماعه العربيه دايره ولا كانها دايره.
رعشه ولا هزه ولا الهواء. تمام. معنا التانية طبعا خلصت الدايره، تعالوا مع بعض نبص عليها. ابو ادم يا رايق حبيبي. ورا التانية دايره يا جماعه 15 ايه، لا هزه ولا رعشه ولا الهواء. تعالوا مع بعض كده ورا الثانيه، تعالوا مع بعض كده. اخونا احمد جاي لنا طبعا من المنيا، شغلهم كله في ليبيا، وانا بمسي على اخويا الكبير ابو احمد في ليبيا. وشعب ليبيا احلى ناس ليبيا من القاهره وشعب ليبيا. كان ايه مشكلتك؟ الهركله والهزه ومبطل على المطبات كانت ملخبطه يعني. وبعد ما خلصنا بامانه الله يبارك بامانه. الله يبارك. طب دور كده، احنا طبعا اتفاقاتنا يا جماعه بعد ما نخلص طبعا جافه رعشه وهزه وتغير في الدواره موضوع رخم كده يعني. يا غالي انت مجنون ولا ايه؟ هذه كوبايه الميه يا جماعه اهي مليانه. الكوبايه مليانه يا جماعه، بس احنا طبعا مش هنفضيها عشان خاطر ايه في عربيه ثانيه. فاهم هنا برضه اهو. طبعا لو في اي مشكله معايا في الفرنسيه ولا في اي حاجه هتلاقي الكوبايه اوتوماتيك اللي هتوقع عليا. تعالوا بقى نبص على العربيات الثانيه. نبص على العربيات الثانيه يا محمد. طبعا جايه موطه في المطلع، الشحن مفيش، العربيه ما بتقولش، بتوع الله بتاعنا جربناها الله اكبر، مفيش شعر اتدخنه. امسك كده، تعالى يا عبد ورا الشكمان. تعالى يا ادم زود، تعالى بس كده زود يا ادم. هات يا ابني التليفون كده، طبعا الشكمان في النص. ايه يا كمان ولا لا يا جماعه، زود ولا دخن ولا حزون. خش بقى العربيه الثانيه. طبعا ده يا جماعه شغاله ليبيا، مش شغاله مصر ولا شغاله ليبيا. تمام. ورا الثانيه اهي اخواتي، ورا الثانيه اهي. هات يا ابني الكوبايه فين؟ ورا الثانيه اهي. لو اكبر ولا هزه ولا راسه ولا تقريبا مش عارف احط الكوبايه فين بصراحه، عشان في حاجه الحته عاليه هنا وفي هنا فمش عارفين بقى، بس طبعا انا هنحاول نحطها. ولا الثانيه يا جماعه خلصت اهي زي ما انتم شايفين الفرنسيه بتاعها اهو. طبعا مش لاقي حته احط بقى كوبايه، انا مش عارف احطها لكم فين اهو. لا هزه ولا راسه ولا هتقول لي ما انت سايب الكوبايه في الفرن. الحمد لله ضمنت الله. تعالى لي يا شرقاوي. الله ينور يا حاج احمد. بامانه الله ينور. طبعا العربيه يا جماعه مش معمره، العربيه دي ترمبتها الحمد لله 100 100. طلعنا فيها مفوان وعملنا الميزان وطقم مصلاح والشغل كده الحمد لله وتبارك الله. دور كده يا ابني، دور يا معلم. كوبايه الميه يا جدعان، لا تفكروا ان احنا بننزل كوبايات ولا بنعمل اهو ولا بننزل وبتاع اهو. طلع من اول ربع الدوسه. ده ايه مشكلتك؟ وعملت انت ايه بقى ورحت فين كان العربيه بتدخن وكانت بتموت في المطالع. اول ما اتحملنا لها 5 6 طن مش قادره تطلع، جيت عند ديزل مصري ظبط الكلام. معاك ضمان 6 اشهر يا باشا من مركز الفن خدمه الديزل. اي حاجه ده مكانك. سيبك بقى ما فلوس دي اخر حاجه نفكر فيها. سلمها لله، انت راجل محترم. اهم حاجه عندي يا باشا الزبون يبقى معاك. في عندك بقى مشكله، الله ينور. وارد ان انت تبقى عندك مشكله بعد يوم بعد 2 بعد شهر بعد 2. مش عمري ما هكسر في وشك واقول لك لا اصل لا يا باشا هنعمل وهنحل تاني، ما عنديش مشكله. بس اهم حاجه زي ما انتم شايفين عربيتين الله اكبر تبارك الله. الله ينور. ربنا يسترها في طريقكم. مركز الفن خدمه ديزل لاصلاح وربط ترمبات ورشات. طبعا يا جماعه احنا زي ما انتم فاهمين احنا شغلنا ترمب ورشات بس. انتظرونا في كل جديد. طبعا لو عربيتك بتموت في المطلع او فيها اي مشكله، طبعا زي ما احنا قلنا ده بيبقى عيب ديسكو، بيبقى لو بعد الديسكو الاسطوانه ما فيهمش مشكله بيبقى عيب ترومبه، بس الديسكو الاسطوانه ليهم عيب والترومبه ورشات ليهم عيب.